السلام عليكم طلابنا الأعزاء. أهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. طلاب، اليوم راح نتعلم إمتى نلفظ الحرف سي ومتى نلفظه ك. أحيانا نلفظه سا، أحيانا ك. سنتعلم القاعدة التي تضبط لنا لفظ الحرف سي. أحيانا مثل هون الحرف سي بس لفظناه كات، لفظ ك. هون كار لفظ ك. capital لفظ ك، هو حرف سي لكن يلفظ ك. أما في الأمثلة city لفظ سي، ice لفظ سي، center لفظ سي، cycle لفظ سي. راح نتعلم ما هي الحروف اللي تخلينا نلفظ سي وما هي الحروف التي تخلينا نلفظ ك. أولا، إذا جاء بعد حرف السي مباشر حرف الآي مثل city، بعد حرف السي اجانا حرف اي لفظت سي. وكذلك اذا جاء بعد حرف الاي بعد حرف السي حرف اي راح نلفظه سي مثل ايس. والحرف الثالث هو حرف الواي، اذا جاء بعد حرف السي حرف واي كذلك يلفظ سي مثل سايكل. اذا جاء حرف السي وبعده احد الاحرف اي اي واي ويليه حرف ساكن أو كان في هذه الأحرف ثلاثة في نهاية الكلمة فإنه ينطق سي، مثل الأمثلة التي ذكرنا سيتي مدينة، آيس ثلج، سنتر مركز، سايكل ركوب الدراجة الهوائية. طيب، عندنا بعض الكلمات مثل watch، هون لا لفظنا لا سي ولا كي لكن لفظنا تش. لماذا؟ حسب القاعدة تقول إذا جاء حرف السي ويليه حرف اتش فإنه ينطق تش. مثال watch يشاهد، watch يشاهد لفظنا تش. ساندويشة جاء حرف السي وبعده اتش فلفظ تش. ماتش مباراة، كذلك حرف السي وبعده اتش لفظناه تشا. لكن في عندنا بعض الكلمات مثل كريسمس أو كريستين جاء حرف السي وبعده اتش لكن الاتش لم يلفظ. هذه شاذة عن القاعدة الثانية. في بعض الكلمات يأتي حرف السي وبعده اتش لا يلفظ الاتش ويلفظ السي ك، مثل كلمة كروم أيضا. كذلك كروم لم نلفظ الاتش. ثلاث، ينطق الحرف سي ك إذا جاء أي حرف آخر ما عدا الأربع أحرف الآي والإي والإتش والواي، مثل كلاون مهرج، كار سيارة، كاو بقرة. سواء اجى حرف صوتي ولا ساكن ما عدا الأحرف الأربعة اللي مذكورة في القاعدة رقم 3 نلفظه ك. القاعدة الرابعة، ينطق الحرف سي ش إذا جاء بعده حرف آي أو إي أو واي، ولكن بشرط أن يأتي بعد هذه الأحرف أحد الأحرف المتحركة، أي أحرف صوتية، وهي A I E O U. يعني إذا جاني حرف سي وبعده واحد من الحروف ثلاثة I E أو واي، مثل المثال الأول جاني حرف سي وبعده E أحد الحروف الثلاث، وبعد الإي جاني حرف صوتي راح يلفظ ش. مثال هذه الكلمة ocean، ما نقول أوسن ولا أوكن، ocean لفظ ش، ocean يعني محيط. كذلك في المثال الثاني social جانا حرف سي وبعده حرف آي واحد من الحروف ثلاثة، وبعد الآي جانا حرف صوتي لا لفظنا لا سي ولا ك، لفظ ش social. والمثال الثالث كذلك حرف السي اجى بعده حرف الاي وبعد الاي اجاني حرف صوتي، بعد الاي اجاني حرف صوتي لفظناه ش. او ancient
قديم أو أزلي. ancient قديم. هكذا نكون انتهينا من لفظ الحرف C، وسننتقل إلى لفظ الحرف G. الحرف G تقريبا شبيه بالحرف C، أحيانا نلفظ ج، أحيانا نلفظه ج. راح نشوف إمتى بنلفظه ج وإمتى ج. قال إذا كان الحرف الذي يتبعه، يعني إذا جانا حرف G وجاء بعده حرف I أو E أو Y، نفس الأحرف اللي إجت مع حرف السي، الآي أو الإي أو واي، فإنه يلفظ جي. مثال، بالمثال الأول جنرال، عنده حرف جي إجا بعده واحد من ثلاث حروف اللي هو الإي، لفظناه جي. جنرال، جنرال عام. المثال الثاني حرف الجي وإجا بعده حرف الآي، والآي واحد من الثلاث حروف، لفظناه كذلك جي. مثال جين، جين عام، عفوا ضخم. المثال الأخير energy، جانا حرف الجي وبعده حرف واي، لفظناه جي. energy، energy يعني طاقة، energy. في باقي الأحرف الأغلب يلفظ ج، مثل garden، good، game. تمام. golf لفظ جي. great لفظ عفوا ج. great لفظ ج. gum لفظ ج. أحيانا يأتينا حرف الجي ويأتي بعده حرف اتش، ويختلف لفظ هذه التركيبة طبعا للكلمة كما يلي. يعني مثال عندنا هون تلفظ مثل كلمة great، كلمة ghost. في المثال اجانا حرف جي وبعده اتش، هون الجي لفظناه ج. جوست شبح، يعني نفس لفظ كلمة great عظيم، اجا نفس اللفظ. أما في المثال الثاني إذا جانا جي وبعده اتش بيلفظ ف. مثال love مثل يضحك. كوف يسأل. مثال، نعيد المثال، love يضحك كاف يسعل. أو قد لا تلفظ أصلا، يعني ما بنلفظها من الأساس، مثل throw لا لفظنا، الجي لم يلفظ أبدا. night الجي لم يلفظ أبدا. للتحكم في هذه الكلمات سنحفظ الكلمات كما تلفظ. أغلب الكلمات لا يوجد قاعدة ثابتة لها متى نلفظ الجي ومتى لا نلفظه. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأي سؤال يمكن التواصل الخاص أو التعليقات، وشكرا لكم.